السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ فيديو النهاردة هنعمل مراجعة لمنشار قرص ماركة كراون. هو 1500 واط و7.25 بوصة. اللي يعرفني ومتابعني من زمان عارف ان انا عندي منشار ترابيزة، بس هيسألني انت ليه جبت منشار قرص طالما انت كده كده عندك منشار ترابيزة؟ اولا القطعة دي لا غنى عنها في اي ورشة. اولا بتسهل عليك في القطع شوية للالواح الكبيرة. لو انا عندي قطعة خشب عرضها كبير وطولها كبير، ممكن على المنشار تبدأ تتمرجح مني والقطع يطلع مش مظبوط، لكن ده مهمته ان هو يقطع لي القطعة الكبيرة يصغرها لي، وبعد كده اخدها انا على منشار الترابيزة واقطع القطعيات بتاعتي مرتاح. تاني حاجة، لو انت طالع شغل بره اكيد مش هتاخد معاك منشار الترابيزة، فبالتالي بتاخد معاك المنشار ده للشغل اللي هو بيقولوا عليه شغل مرمات او شغل خارجي. هيكون سهل معاك جدا وهتشيله في الشنطة وهيبقى كله تمام. طبعا السلك بتاعه بيجي معاه سلك حوالي 2 متر او متر ونص. احنا طبعا كده كده بنعمل وصلة تكون 3 4 متر عشان يبقى معانا حرية الحركة بقى، نمشي براحتنا بالقطع. منشار القرص بيجي معاه في العلبة بتاعته المسطرة بتاعته او الفنس، والمفتاح اللي بيفك بيه الطارة او السلاح بتاعنا. هنيجي اول حاجة للفنس. ده المكان بتاعه بيتحط كده، بيكون الفنس نفسه بيكون تحت السلاح او تحت القاعدة بتاعت المنشار، بحيث ان هو بيوصل معاك لحد صفر، بيوصل معاك لحد اما يخبط في السلاح نفسه. ده عشان لو انت عايز تقطع سلخات 2 سم او 3 سم. والمحبس بتاعه او اللوك بتاعه من هنا زرار صغير كده بتربطه ربطه بسيطه، بيقفل معاك كويس جدا. ده حاجه. تاني حاجه الجارد بتاع السلاح. الناس المحترفه يروح جاي فاتح الجارد ويروح جاي حشره باي حته خشبه هنا عشان يقدر يشتغل لوحده. احنا مش محتاجين نعمل الكلام ده لان الكلام ده خطر. هما محترفين واخدين على الكلام ده، احنا مالناش دعوه. انت بمجرد ما بتشتغل بيلف معاك الطاره وبتبدا تقطع، الجرد بيخبط في اول الخشبه ويبدا يتفتح لوحده، مش محتاجين ان احنا نثبته. ليه بنسيب الجرد مقفول؟ عشان لا قدر الله لو المنشار او القطعه دي وقعت من ايدك وهي شغاله هتبدا تلف حواليك. تخيل كده قطعه الجرد بتاعها متثبت وهي شغاله، والقرص ده عمال يلف معانا يلف معانا وينزل منك على الارض، هتلاقيه بيجري حواليك ومعرض ان هو لا قدر الله يخبط فيك ولا حاجه وتحصل اصابه احنا في غنى عنها. يبقى الافضل ان احنا نسيبه مكانه عشان لما يقع وهو شغال هو كده كده هيفضل شغال جوه الجارد ومش هيحصل اي حاجه. تمام لحد كده؟ لما بنيجي نشغل الجهاز مش هيشتغل معاك في زرار لوك هنا، ده زرار امان. بمجرد ما بتك عليه وتتك على الزرار بيشتغل معاك ويلقط الكهرباء ويتوكل على الله. مجرد ما بتسيبه اللوك بيرجع لوحده والدنيا بتبقى تمام. عندك هنا زرارين، زرار هنا وزرار هنا. بمجرد ما بفك ده من هنا ومن هنا بتقدر تتحكم في زاوية الميل بتاعة السلاح نفسه. عايز بقى تقطع زاوية 30 زاوية 45 زاوية 22 زي ما تحب. هو على اخره زاوية 45 مظبوطة وعلى اوله زاوية 90 مظبوطة، وبعد كده بنربط اللوك بتاعنا وكله زي الفل. نيجي بقى لارتفاع السلاح. انت عندك هنا ورا لوك، ودي اعظم حاجه في المنشار ده. انا يعني بالنسبه لي ده افضل منشار صيني، بحيث ان هو اللوك بتاع رفع السلاح، رفع مستوى السلاح، بيكون عباره عن حركه كده بسيطه. تمام. في ناس بتعمل ايه بقى، يعني في شركات بصراحه انا ما عجبنيش الموديل ده، بيكون في مسمار زي ده كده هنا في الحته دي، بتربط بمجرد ما ترفع السلاح وتنزله. تمام. يعني ترفع السلاح وتنزله، وبعد ما تحتاج مثلا الارتفاع اللي انت عايزه بتروح جاي رابط المسمار من هنا. طب ده وحش في ايه؟ ان انت لو حبيت تعمل تراك عشان تمشي عليه المنشار ده ويقطع معاك قطع نضيف، هتلاقي المسمار ده بيضايقك في التراك نفسه. ده حاجه. فهنا الافضل ان هم عملوه بالطريقه الشيك دي، ان هو مسمار كده مخفي بعيد عننا، هو لوك كده بسيط يعني زي المشبك. تمام. تاني حاجه عندنا لوك هنا، وده بنحتاجه لما نيجي نفك الطاره. لو انت حبيت تفك الطاره او السلاح هتحط كده هتلاقيه بيلف معاك، بمجرد ما تتك على الزرار ده لقط معاك تبدا تفك او تربط زي ما انت عايز. بصراحه انا مش اول مره افتحه، انا اول ما جبته انا كنت جايبه على عجاله عشان انا كنت محتاجه. للاسف كنت محتاجه واضطريت ان انا اشتغل، ما لحقتش ان انا اعمل ريفيو لان كان عندي ضغط شغل الحمد لله. فبالتالي اضطريت ان انا اشغله واشتغل بيه، وبعد كده قلت ابقى اعمل لكم عنه ريفيو. فسامحوني لو هو شكله متبهدل لان انا يعني انطلقت واشتغلت بيه على طول. اللي يعرفني يعرف ان انا بشتغل شغل اغلبه نجاره ميلامين، MDF ميلامين او كونتر ميلامين، قليل لما بشتغل بخشب طبيعي. فطبعا سلاح زي ده 24 سن هيأثر معايا في القطع في شغل الميلامين، هيديني قطع كله تشليح. فبالتالي كان لازم اجيب طاره السنون بتاعتها تكون اكتر شويه،
وده اللي انا جبته كان سلاح ماركة بوش، حوالي 60 سن وبرده 7 وربع بوصة. الجميل ان الماركة دي طبعا بتبقى عالية شوية، فبالتالي هتريح معاك في المنشار. يعني انت لما تجيب منشار صيني وتجيب قرص اصلي او قرص ماركة كويسة، بالتالي هيريح معاك المنشار وهيخليه يشتغل معاك بشكل كويس. واحنا بنشتغل بمنشار القرص ما ينفعش ادقره في الخشب وبعد كده اشغل. ده هيحصل ايه؟ هيشتغل بس هينتش منك، والنتشه دي ممكن تاذيك او تعمل لك اصابه لا قدر الله، احنا في غنى عنها. فالافضل ان انت بتعمل ايه؟ انت بتحط اول القعده، بعد كده بتشغل. اول ما الموتور والطاره تاخد حركتها كامله بتبدا تخش على الخشبه وتقطعها. وزي ما اتفقنا ممنوع ان احنا نلغي الجرد. لو لغيناه ما كانوش هم عملوه، ده معنى كده ان هو ليه لازمه وليه حاجه مهمه جدا عشان تحافظ بيها على سلامتك. لما تيجي بقى تشتغل بالجهاز ده وتشتريه من اي شركه ايا كانت، سواء اصلي او صيني، يعني شركه صيني زي دي مثلا بتبعت لك السلاح متربط في الجهاز جاهز. في شركات تانية بتلاقي الطاره لوحدها في الصندوق والجهاز لوحده وانت بتبدا تربطهم ببعض، دول كتر خيرهم. لكن الشركات اللي بتبعت لك السلاح نفسه متربط في الجهاز، نصيحة لازم تتأكد ان هو متربط كويس. الجهاز بيجي مقبض رابر واللي فيه زرار التشغيل، والمقبض التاني برضو رابر بس مقبض مساعد، وده عشان يتيح لك ان انت تمسكه بايدك الاتنين وتشتغل. ما ينفعش تقرص وانت شغال، انت بتمشي واحدة واحدة عشان تقطع في الخشب. خشبة رفيعة خشبة تخينة ما تقرصش وانت شغال. وايدك تكون عدلة، وانت بتشتغل بالجهاز ده، عشان لو لفت منك يمين او شمال هينتش منك ويروح جاي عامل كيك باك، برضو ممكن لا قدر الله يحصل اي اصابه. طبعا في شركات بتبقى اصلي طبعا بيعملوا حاجه في الاجهزه دي، بتبقى حاجه اسمها سيفتي كلاتش، بحيث ان انت لو السلاح لو الجهاز لف منك كده بيفرمل السلاح نفسه، بيفرمل والموتور بيفضل شغال. لا، احنا دلوقتي جايبين حاجه صيني ما فيهاش الكلام ده، فبالتالي نخلي بالنا جدا واحنا شغالين بالجهاز ده. طبعا الجهاز وزنه تقيل شويه بس قشطه، يعني هو انا كده مش هستخدمه كتير غير في ايه، لما عاوز اقصر اي قطعه خشب كبيره. اقصى ارتفاع للقطع في المنشار ده 6.5 سم، والطاره نفسها القطر بتاعها الكامل 185 مللي اللي هو 18 سم ونص، اللي هو 7 وربع بوصه او 7.5 بوصه مش متاكد. القدره بتاعته 1500 واط، والجهاز ده بيوصل سرعته ل 5500 لفه في الدقيقه. وطبعا زي ما اتفقنا واحنا بنشتغل ما ندقرش المنشار في الخشب، نبعد شوية ونشغل المنشار، وبعد كده نسيبه ياخد حركته كاملة ونبدأ نخش على الخشبة ونقطع. طبعا انا غيرت الطارة اللي بتيجي معايا اللي هي 24 سن وركبت طارة تانية 60 سن عشان شغل الميلانين. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. دعواتكم ان المنشار ده ربنا يبارك لي في خيره ويكفيني شر. واي حد يشتري المنشار ده لازم يتفرج على فيديوهات تشغيله ويتأكد ويكون متمكن منه كويس جدا. سلام.